راجل عمره 45 سنة. وكان بيكح جامد بسبب نزلة برد. فجأة وقع وملقاش إحساس في رجله الشمال. المفاجأة الأشعة ما طلعتش فيها أي علاقة بجلطة أو نزيف زي ما كانوا الدكاترة مستنيين، بس كانت بسبب كف induced neuropathy، يعني تأثر الأعصاب من كحة. هل تتخيل إن كحة واحدة ممكن تسبب شلل؟ في حالات طبية نادرة وغريبة الكحة فيها ممكن تقطع الدم عن المخ وتوصل لشلل مؤقت. النهاردة هنتكلم عن الكحة المسببة للإغماء أو الكف induced syncope، والكحة المسببة للشلل المؤقت كف induced neuropathy، وهنفهم سوا إزاي الجسم بيتعامل مع الكحة وإزاي أوقات بتحصل مضاعفات خطيرة. أول حاجة الساينكوب يعني إغماء، والنوع ده بيحصل لما الكحة تكون قوية جدا فبتزود الانتراثوراتيك بريشر، يعني الضغط جوه الصدر بيزيد بشكل مفاجئ وقوي. الضغط ده بيأثر على رجوع الدم للقلب، ولما الدم ما يقدرش يوصل كفاية للمخ الشخص بيدوخ ويقع وممكن يغمى عليه فعلا. وده بيحصل خصوصا في الرجالة اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي زي مرضى الانسداد الرئوي المزمن أو COPD. لكن الموضوع ما بيوقفش عند كده وبس. لو الكحة متكررة وقوية بتحصل حاجة أغرب. الضغط العالي ده كمان ممكن يضغط على أعصاب حساسة زي العصب الفقري أو حتى الأعصاب اللي خارجة من الرئة، وده بيعمل حاجة اسمها transient paralysis، يعني شلل مؤقت. مريض ممكن يفقد السيطرة على إيده أو رجله أو حتى يقع من غير ما يحس بجسمه، والأعراض دي غالبا بترجع لطبيعتها بعد دقايق أو ساعات، بس بتخض جدا. هل ده بيحصل لأي حد؟ لا، الحاجات دي نادرة بس مش مستحيلة. الناس اللي عندها مشاكل تنفسية مزمنة أو ضغط عالي أو مشاكل في الشريان السباتي هما أكتر ناس معرضين للمشاكل دي. وبرضو اللي بيكح بشكل متكرر بسبب حساسية أو ارتجاع مريء مزمن، يعني مش أي كحة هتعمل كده. لكن لو بتحصل لك دوخة أو إغماءات وقت الكحة لازم تراجع طبيبك فورا. مين كان يتخيل إن الكحة ممكن توصل للشلل؟ الجسم البشري فعلا معجزة، بس لازم نفهمه كويس علشان نعرف نتصرف. لو عجبتك الحلقة دي اعمل لايك وشارك الفيديو مع أصحابك واكتب لي في الكومنتات إيه أغرب عرض طبي سمعته قبل كده.